السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا فيكم فيديو جديد بقناتي. حياكم الله جميعا. أتمنى أنكم تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال وأنتوا تشوفوا هذا الفيديو يا رب. اليوم بإذن الله حابة أشارككم فيديو خفيف ولطيف. في بداية الفيديو راح أشارككم فقرة الفطور وبعدها فقرة الغداء، والجزئية الأخيرة بإذن الله راح يكون على طلب بعض متابعاتي. راح أتكلم لكم عن غسالة الملابس وإيش المميزات وإيش العيوب بإذن الله. ويلا الآن بسم الله نبدأ بالفيديو. في البداية جهزت الفطور بعد ما راح ولدي المدرسة، أكيد بعد ما فطرته وجهزت الفطور اللي راح يفطره في المدرسة، وراح استودعت الله. دخلت للمطبخ جهزت فطوري. سويت خليط أجبان، جبن سائلة مع جبن فيتا وجبن كيري وبقدونس مع كزبرة مفرومين ناعم. خلطتهم مرة كويس، تركتها على جنب لحد ما أشوف معاكم طلبيتي. كان عندي نفس القزازتين هذه حقة الزيت والخل، بس واحدة منها انكسرت بالغلط، وزوجي طلب لي 2 من شيء. للأمانة الأولى ما أخذتها من شيء، كانت من محل عندنا في جيزان. حبيت اللي من شيء أكثر لأنها أكبر وأوسع. فغسلت فكيتها، بعدها غسلتها جففتها مرة مضبوط وعبيتها بالخل والزيت ورجعتها مكانها. قبل ما أبدأ كل هذا يا بنات الشغل، كان عندي بيف باستري نزلته تحت للثلاجة، وقبل ما أبدأ شغلي فقط ب10 دقايق طلعته على طاولة المطبخ، لأن شرائح البيف باستري يا بنات مرة حساسة ورقيقة. لو تركتوها برا الثلاجة وقت زيادة راح تتعجن وما راح تقدرين تستخدمينها أو تشتغلين فيها. فطلعوها قبل ب10 دقايق من الثلاجة أفضل. نرجع لفطورنا. في صينية مستطيلة حطيت ورق زبدة، بعدها جبت شرائح البيف باستري وحشيتها بالحشوة الأجبان اللي سويتها وثنيتها على شكل مثلث. بعد ما قفلتها على شكل مثلث قفلتها من أطرافها بشوكة، ملعقة شوكة. ممكن يا بنات تقفلونها عن طريق برمها، يعني من فوق من تحت الفوق، أو بيدينكم عادي تقفلونها تقفيل. لكن أنا أفضل الشوكة لأنه يكون أرتب وأضمن ما تنفتح بإذن الله. بعدها دخلت الفطاير على حرارة متوسطة ما بين 160 ل180 درجة، والنار من أسفل فقط لحد ما تنفش حبات البيف باستري ومن تحت تتحمر. وعلى بال ما تستوي الفطاير عندي جهزت لي شاهي على السريع. ما القناعة؟ ألا تنظر إلى ما في أيدي الناس. فإذا لم يعطي الإنسان قناعة وأخذ يتلفت ميمنة وميسرة فلن يشبع، هذا أولا، ولن يملأ فاه إلا التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيشعر بآلام لن تنتهي لن تنقضي. وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب، يقول أبو الطيب. وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. ويقلبك بعد نعيم الله في نعمه ويعطيك من ماله وأنت تحسده على هذا المال وهو قد رزقك منه. وقد يصح نسبة الرزق إلى غير الله بنص القرآن، فارزقوهم منه، الله يقول. فالمقصود من هذا بيان مسألة أن الإنسان ينبغي أن يكون قنوعا مهما بلغ به الحال. خلاص هنا دقيقتين وطفيت على الشاهي والفطاير استوت وكانت لذيذة لذيذة يا بنات. بس طبعا انتوا تعرفون اكيد ان البيف باستري دسم، فحدكم حبة حبة ونص لو مرة مشتهين وخلاص. جربوها بنفس الطريقة اللي سويتها. راح اكتب لكم خلطة الأجبان
على الشاشة وادعوا لي، مرة لذيذة، تصلح للفطور، لشاهي العصرية، عشاء خفيف قبل النوم بساعتين 3 ساعات، مرة لذيذة وبالعافية عليكم لما تجربونها. بعد الفطور تقريبا جلست نص ساعة وقمت شفت شغل البيت، والحمد لله ما كان عندي شغل، عشان كذا ما صورت. فإذا ما كان عندي شغل ما أحب أصور، أو مثل ما يقولون أخترع شغل من تحت الأرض. رتبت بس السرر حق أولادي وجلست لحد وقت الغداء، وكنت مطلع اللحم. سويت كبسة لحم لذيذة يا بنات، ومرة سهلة، ما تحتاج ولا تكنيكات يعني صعبة ولا حاجات، كلها راس مالها مثل ما يقولون بصل، جزر، بهارات، ونتف الطماط. حتى لو ما تبون الطماط براحتكم استبعدوه. في الصباح بدري جاب لي زوجي لحم طازج، فما دخلته الثلاجة أبدا، تركته. وعلى وقت الغداء غسلته مرة كويس، حطيته في القدر. في البداية حطيت له نتفة زيت وقمرته، بعدها أضفت له بصلتين كبيرة مقطعة صغار، وحبتين جزر متوسطة مبشورة، وشوحت البصل مع الجزر مرة كويس، مرة تقريبا 5 ل6 دقائق بس أشوح البصل مع الجزر. بعدها حطيت البهارات حطيت بهارات لحم مشكلة مع بهارات صحيحة مطحونة. البهارات الصحيحة المطحونة كمون، كزبرة، فلفل أسود، فلفل أحمر مجفف فقط. وكمان أنا أضفت مني هيل مطحون، ونتفة قرفة عود، يعني ونتفة عود قرفة فقط. بعد ما شوحت كل هذه الأمور مع بعضها، حطيت طماطة صغيرة مقطعة وشوحتها شوي. أخيرا أضفت موية مغلية، وأنا أحب أضيف الملح في البداية مع تشويح اللحم، فأنتوا براحتكم تحبون تحطونه في البداية أو بعد ما يستوي اللحم، على راحتكم، كلها نفس النتيجة. تقريبا تركته من 45 ل40 دقيقة لحد ما استوى اللحم وصار ذايب. أخيرا غسلت رز حبة طويلة، أنا استخدم العائلة مو الخيشة يا بنات، أنا استخدم العائلة، يجي في كيس لونه أصفر وأزرق. ما أحب استخدم الخيشة أبدا، لأن كذا مرة استخدمت الخيشة وكان في طعم مو كويس، فاستخدم الكيس البلاستيك. مرة يا بنات رز العائلة يجنن، وحبته طويلة، ولو استخدمتيه كويس ما يتكسر، وأضمن لك بدون نقع، بدون تعب ولا شي، بس غسليه وحطيه. تركت بعد ما حطيت الرز تركته على نار شمعة من 15 ل20 دقيقة بالضبط، ويكون جاهز. وخلاص هنا قدمته بالعافية عليكم. مرة يا بنات تقريبا مرة يا بنات هذه الكبسة سهلة ولذيذة على سهولتها، بس انت احمسيها من قلب ومرة كويس، وراح تطلع لذيذة ومرة مضبوطة. احمس اللحم مرة كويس لحد ما يبدأ يتقمر، بعدين احمس البصل مع الجزر مرة كويس كمان، وبعدها احمس البهارات. هنا كل امورك تمام. ما شاء الله، شوفوا الرز كيف حبته طويلة ونثري، وابدا لا هم معجن ولا هم مكسر. الحمد لله بعد ما تغدينا وشبعنا بخرت البيت والمطبخ، والحين آخر فقرة في الفيديو اللي وعدتكم إني أتكلم عليها من فترة وكل مرة أجل، غسالتي. يلا، أول شيء يا بنات الغسالة ماركة هام 18 كيلو، ومن داخل ما شاء الله مرة شرحة ووسيعة. أنا اخترت إنها تكون 18 كيلو عشان أدخل فيها المفارش بالراحة، والحمد لله المفارش تدخل بالراحة وتتنظف، ومرة تسليكها بسيط وسهل، تحتاج بس حنفية واحدة.
مو ضروري كلها الاثنين الخلاط اللي مثلا يكون في البارد والحار، لكن أهم نقطة يكون المسمار هذا الصغير مركب فيه الخرطوم تبع تصريف الموية مضبوط. وهنا حاطة بس حنفية واحدة لأني ما أهتم بالماء الحار والبارد، فحطيت واحد. الاستخدام هنا مرة سهل يا بنات. البرامج عندكم العادي والناعم ونقع وقوي سريع وتجفيف تنظيف الحوض. تنظيف الحوض لأنه يستغرق للأمانة كمية الموية كاملة، فأخليها كل شهر مرة. تمام. غالبا أختار طريقة الغسيل أو برنامج الغسيل العادي أو القوي. إذا في عندي بقع عنيدة مثل ما يقولون أحط النقع. تمام. الموية، مستوى الموية على حسب كمية الملابس أكيد. في البداية أشغل من تشغيل وإيقاف، بعدها أختار البرنامج اللي أنا حابة، ثم وقت التجفيف 9 دقائق. الشطف تختارون مرة أو مرتين أو 3، مرة أفضل. والغسيل أنا أحطه من 20 ل21 دقيقة. تمام. بعد اختيار مستوى الموية وأضغط على الزر الأزرق وخلاص تبدأ الغسالة تشوف شغلها. العدد اللي راح يظهر في اليسار راح يكون مجموع دقائق الشطف والغسيل والتجفيف. بعد استخدامي للغسالة للأمانة حسيت إنه مو أي نوع صابون ينفع معاها، تحتاج أنواع الصوابين اللي مرة ممتازة. وكمان الملابس البيضاء ضروري أحط لها كلور تقريبا أقل من ربع الكوب بشوية عشان تطلع نظيفة. غير كذا مرة ممتازة ومريحتني. من لما شريتها أنا قلت ويني من جد ويني أنا عنها من زمان. الخلاصة تحتاج صابون نوعية قوية مثل تايد، إيريال، وأحط معاهم سائل مزيل البقع من فنش أو الحبيبات، عادي كلها نفس بعض تقريبا. إذا كان عندي الحبيبات أحط مرة واحدة بالملعقة، وإذا كان عندي السائل أحط بالغطا تبع العلبة نفسها مرتين، وتطلع نظيفة وما شاء الله تلمع ما في مثلها. قيمة الغسالة تقريبا كانت ب2000 إلا 50 ريال، كان عليها عرض على ما أتوقع، بس ما كان سعرها الأصلي 2000 إلا 50 كان بقيمة العرض. سعرها الأساسي والله ما أعرف. المهم إنها مرة حلوة يا بنات. شفت بنات يشتكون أو شكاوي عليها كثير، لكن أنا الشهادة لله وأسأل عنها يوم القيامة إني أبدا ما صادفت أي مشكلة مع الغسالة إلا في البداية. ما كانت تنظف الملابس، وكان غلط مني إني أشتري صابون نوعية رديئة. لما غيرت الصابون وخذيت صابون مرة كويس تنظف الملابس من قلب، لها تقريبا عندي 9 شهور. لحد هنا وصلت معاكم نهاية فيديو اليوم، وأتمنى أني أكون أفدتكم ولو بجزء بسيط، وأنتظر أسئلتكم واستفساراتكم وأرحب فيها في الكومنتات تحت. أي وحدة عندها استفسار عن الغسالة عيوني لكم، اكتبوا استفساراتكم وأنا راح أرد في الكومنتات. لا تنسوني من دعواتكم ودعمكم بالاشتراك واللايك في قناتي، واعذروني على صوتي جدا تعبانة ودايخة نوم، وما لقيت إلا الآن أصور أسجل، فاستحملوني. مع السلامة، أشوفكم في الفيديو الجاي.